توني واصل جاخور، بس قالوا لي قطعة 10 وقطعة 9 فيها جواخيل محجورة، فأنا بتمشي وأقول قصة وصلتني بسناب. هذا من بين الجواخيل يقولون عنه مسكون، يسمعون فيه صوت غنم وما في غنم، أي حارس يحطون ينحاش، هذاك بعد مسكون. عموما كله خزع من قدامك، محصل نفسك ما يطلع لك شيء. احنا نخاف، ما بنخاف. السلام عليكم. ما ادري جن انس، ما ادري اشكالهم شلون صاير، مو نقد بس اشكالهم مو واضحة. تسمعون الصوت؟ تسمعون؟ تكسير. يمكن ما تسمعون من صوت قزاز السيارة. تذكرون قصة جبل حرفة ناصر ومحمد؟ ما قلت لكم في صوت تكسير بس انتم مو مقتنعين؟ سمعتوا؟ هذا من ضمنهم. قسما بالله يعني بروحي بالسيارة وما في احد وبعيد، انا جاخو، انا بقطعة ثانية، ما احنا خايفين، مصلين ومسمين. المهم قصة جبل حرفة ناصر محمد اللي انسجنوا بكهف اللي بجبل حرفة. في قصة مشابهة لها بعمان. هذه قصة مأساوية، يعني هي مشهورة لكن مو عندي وعندك، عند الشياب. هذا أخونا سعيد من عمان، هو وأخوه فارس. سعيد سلمك الله الحين عمره تقريبا 60 سنة. سعيد يقول قبل احنا من المناطق اللي من قريب من عند البحر ونصيد، وأنا وأبوي نصيد، هو شايب الحين. يقول مرة من المرات داخلين نبي نصيد سمك، وكان وقت متأخر، الصيادين رادين، فطلعت أنا وفارس أخوي قلت بصيد. يقول الحمد لله لما وصلنا هناك ونصيد ونصيد ونصيد، ولا فجأة سمك ما شاء الله خير. يقول ناصر خير، أول مرة نصيد السمك هذا بكميات كبيرة. يقول احنا كنا على قارب صغير. يقولوا ما شاء الله صيدنا هذا كأنه صيدين فترة 4-5 أيام وأكثر وزود. يقول حتى أمي فرحت استانست. يقول درجة أن أمي كثر ما هي يعني تبي تحفظ السمك عندنا أو تبيعه أو غيره، احتارت وقامت توزع، مع أن احنا عائلة بسيطة وفقر، بس قمنا نعطي المحتاجين، قمنا نروح الناس اللي عندهم مثلا غنم أو عندهم شيء يبون سمك يبقى عندنا بيفسد، نعطيهم وياكلونه، فخير جاهم. يقول في مجموعة من الجرات اللي فيها السمك الكبير خليناها بالبيت عندنا. يقول حاطينه ونثلج فيه ونخلينه. يقول بعد ما خلينا السمك هذا، يقول فيه تقريبا أكثر من 10 أو 8 اسمكات أو اسمكات نفس ما تسمونهم كبار، فأمي حابتهم وخلتهم، يعني لدرجة أنه ما تبي تطبخهم. تقول إذا جاء عندنا وليمة أو صار عندنا عشاء أو جانا ضيف نطبخهم له. يقول على الحال هذه، يقول إذا عدنا 3 أيام ما نزلنا البحر مرتاحين. يقول فارس كان وقتها من وقت الصيد ظهره يعوره فارس أخوي، وأنا شوية ناصر تقدر تقول ألم، لكن قلت بريح مع فارس دام هو يريح، والحمد لله عندنا خير، يقعدنا 3-4 أيام. يقول اليوم الأول الثاني الثالث يقول مريحين. يقول اليوم الرابع نزلنا نبي نصيد. يقول الصيادين دخلنا معاهم، الصيادين قاعدين نشوفهم حولنا قاعد يسحبون ويصيدون. يقول حنا ما صدنا ولا أي شيء نهائيا، ولا أي شيء. يقول رجعوا كل الصيادين وخذتنا السوالف أنا وفارس أخوي، وغابت الشمس، وهذا مو وقت إنك تدخل البحر فيه. غيبة الشمس تكون بالبحر وتصيد وقت ليل شيء مو زين، يعني الجن بكثرة البحر، لكن إذا كنت تصلي وتصوم ربك يحفظك، بس مو زين إنك تقعد بالبحر واجد. يقول فعلا طولنا فيه ونسينا نفسنا، نبي سمك نبي نصيد نبي نرجع، ما نبي نرجع البيت، يعني عندهم يدينا فاضية. يقول فعلا الصيادين كلهم مشوا وحنا ما ندري بنفسنا. يقول فجأة ولا يجينا صياد يمشي على الراحة بالغارب ماله، غارب صغير ويمشي على الراحة. يقول جاء كلمنا ولا رجال كبير كبير كبير، فقال لنا الرجال كبير أنت سعيد وأنت فارس صح؟ يقول حنا نطالع فينا بنعرف هو من قريتنا، هو نعرفه. يقول كلنا نعرف بعض حنا يا صيادين، يعني بيوتنا جنب بعض، هذا فلان وهذا فلان هذا فلان. يقول قلنا له أنت من أي بيت، أو من أبوك أو من أخوانك؟ يقول كان أكبر مننا سنة ب4-5
سنين. يقول كان حزتها اعمارنا احنا 22 24 بس رجاجيل هاك الوقت. يقول قال انا ما راح اجاوب، لكن في وحده من الاسماك اللي اخذتوها قبل 3 ليالي، في وحده من الاسماك انتم اهديتوها البيت، فيفضل ان السمكه هذه تجيبونها لان في بطنها مفتاح، وانتم ساجنين شخص بهالمفتاح، وانتم لا ناقه لكم ولا جمل، وردوا السمكه اللي عين خضراء وعين بيضة. قال اسمها ونوعها ما يحضرني الحين، فقالت ردونا عين بيضة وعين خضراء او زرقاء. قال نوع السمكه هذه، ودائما تجي بالوان متشابهه بالعيون، بس هذه جت عكس. فقالوا واذا ما جبناها؟ قال اذا ما جبتوها او ما تبوا تكملون معاي شنو راح يصير فيكم بعدين؟ قاربكم هذا ما راح يتحرك. فقال فارس السعيد هذا قاعد يستعبط علينا وقاعد يكذب، ماشي عنده خرابيط، ما عنده غير خرابيط يعني باللهجة العمانية، خلي ولي وامشي. يقول فجأة ولا شخص هذا قال اذا فيكم واحد في خير يبي يتحرك اتحداه يتحرك بالغالب. يقول والله طبعا اللي سولف الشايب ابو انت يا احمد اللي ولد احمد يتابعنا، ورجال كبير بعد احمد، نمسي عليه بالخير وعلى الشعب الطيب العماني بالف خير. يقول سعيد الفارس والله يا ناصر قاعد اطالع فارس اخوي، يقول الغارب كانك انت شلته من البحر حاطه على الارض او على يابسه. يقول ثبت، يقول حنا نطالع، يقول على الاقل في موج في تحرك في شيء. يقول ثبت، يقول مو ثبتت ان البحر راكد او سكون، لا ثبت خلص بس ثبت. البحر لا لازم يتحرك يمين يسار. يقول طالع الفارس يقول الرجال قدامنا يعني ما سوى ولا اي شيء، قارب يتحرك احنا غربنا ما يتحرك. قالوا والحين تبون تجيبون سمكه ولا تنامون بالبحر تعيشون وتموتون؟ ولا اي احد من الصيادين يدخل البحر ويشوفكم، انتم محجوبين. فسعيد هني شوي انهار وتعب وشال هم اخوه فارس اللي اصغر منه، فطالع للشايب هذا اللي على الغارب الثاني واقف بعصات ولبسه غريب. قال له زين شنو الحل؟ قال له شوف طال عمرك الحل يا واحد فيكم يقعد معي بالغارب وواحد يروح بالغارب ماله يطلع السمكه من بيت فلان الفلاني اللي حاطها عنده بالبيت بين اللحم ويجيبها ويجي، او يروح سباحه، واحده من الثنتين ما في، هذاك الشاطئ. قال لي يا ابن حلال حنا نوعدك وحنا والله راح نجيبها، انا اخاف اغرق او اخوي غرق، وحنا ترى وحيدين امنا، وحنا اللي قاعد يسوي، ابونا رجال كبير تعبان وما. قال انا ادري وادري بصيدكم اللي قبل انتم ما تدرون فيه، لكن انا ما اثق بهالبشر، بنتي انسجنت منكم انتم واتمنى ما تنسجن مره ثانيه، فدامني انا خلصت على المشعوذ نفسه اللي بينكم وغريتكم، بقى بس هالمفتاح يطلع بنتي، انا راح اسوي اي شيء. ترى انا مسلم منكم وفيكم، ترى انا الحين رحوم، انا ترى زين معاكم، انا لو اني كافر او نصراني والله ما تعيشون، والله لا لبسكم الشياطين والجن واخليكم تجيبون اسمك اللي فيها المفتاح. يقول هني سعيد لما قال كلامه هذا وكانت عيونه فيها شرار، عصب انت يا والشايب هذا جني ترى. فيقول انا سكت له امر واقع، قلت خلاص. يقول سعيد ما شاء الله اسبح يعني يقوس الحمد لله ونفسي زين، وانا ما شاء الله يعني اتحمل. فيقول خليت فارس اخوي وطلعت انا، يقول هذا الشاطئ قدام، يقول يلا خلنا نطلع اروح اشوف شنو الموضوع هذا. يقول ينزل سعيد بطلعة الروح، وصل تعبان هلكان ما يدري شنو يسوي. الحين شلون يقول لما ان اخو فارس هناك وما رجع، شلون يقول للصيادين ان تكفون لا تقولوا لامي ان انا جيت وفارس ما جاء، وما راح تشيل هم وتجي عند الشاطئ وتدورهم وتفضح فضيحه. شال هم شغلات وادي الشام، شال هم فارس اخوي اللي بنص البحر، الشخص هذا اللي ماسكه هو ما يدري انس ولا جن، مارد ما يدري. سعيد دش حاله ما يعلم فيها يعني لا الا هو والله سبحانه. فسعيد راح البيت الرجال، دق الباب قال له ابو فلان احنا اعطيناكم سمك، انا في ناس يعني ما ادري شنو اقول لك. طلع شباب يمشون ماكو شيء. المهم
فقال يا ابن الحلال انا موضوعي لو اقول لك يا ما راح تفهمني. يقول الشخص هذا اللي جيت بيته شخص عفن. يقول يا ناصر احنا اعطيناهم سمك بس كذي لوجه الله، بس هو عفن ما يهدي احد وبخيل ويأذي الناس وما يخلي احد حتى ياكل من العشب اللي عند بيته، سواء كانت عندك بقره، كان عندك حصان، لو كان عندك فاره تبي تاكل ما يخليه، هو عنده نفس المزرعه الصغيره. انت يا صاحب البيت هذا بس بخيل، هو وعياله كلهم طبعهم خايس. يقول قال لا ما عندنا سمك خلص. قال يا ابن الحلال اخوي بين الحياه والموت، انا اعطيك السمك اللي تبيه وازيدك بالسمك اللي عندي وزود، والله اني وعدك اجيب لك سمك كبير، لكن الحين ما اقدر ادخل البيت من غير اخوي. اخوي لازم اروح اعطيه السمك هذا للرجال ويفك اسره، الرجال يطلبنا فلوس. يقول حاولت اكذب وانا ما اعرف اكذب. يقول هذا قال لا، تروح للبيت تاخذ السمك وترجع انا اعطيك السمك هذا عندي من البيت. يقول اسمع هذاك يقول يما طلع السمك هذاك راح يجينا سمك اكبر ها. يقول هذا عفن وما وراه شيء. يقول الحين شلون ادخل البيت وامي تقول وين فارس، وكل ما ندش تقول تعالوا حبوني دامكم وصلتوا. يقول ما ادري شنو اقول. يقولوا فعلا وادخل عند امي ولا هذا امي، هلا تعال حبني وين فارس اخوك؟ قال لها فارس قاعد ينزل السمك يمه. قالت انت ليش ما تساعد فارس اخوك وهو اصغر منك؟ مو حرام عليك؟ قال لها لا يما انا نزلت سمك بس ابي اساعده، بس يما ابي 3 4 سمكات كبيره ابي اوديهم الرجال، وابي وحده اللي تكون يعني راهيه وكبيره ابي اهديها الرجال. فقالت امي يما ما بقت عندنا الا سمكه واحده وسويتها للعشاء الكبيره. يقول له طالع لامي قلت يما ليش وين السمك؟ امس كانوا في 3 مدري 4. قالت هي اعطيتهم لجارتنا ام صالح. قال لها يما ليش تعطينهم لام صالح؟ يمكن احنا ما نصيد اليوم. قالت عادي حرام ما عندهم اكل وابوهم تعبان صار له يومين. فقال يما عادي تكلمين ام صالح ناخذ منها بس سمكتين وانا اعوضهم، والله لا اعوضهم. قالت والله يما ما اقدر اكلمهم وفشله وعيب. قال يما تكفين كلميهم. فقالت امه منو الضيف هذا اللي بيجيك؟ يا ولد خالك او جاركم او فلان وعلان معروفين يقدرون وضعك. قال يما ما اقدر الموضوع هذا خارج عن ارادتي. يقول هني امي حست قالت فارس في شيء. قال لا يا ام فارس ما في شيء بس قاعد يساعدني الحين بس السمك الثاني انا اقول لها الحين اجيب السمك الحين. يقول امي صفقت يدينها ببعض قالت ما اقدر اطلب المراه توني اعطيتها ما ارجع بعطيتي عيب. قال يما انا اروح اطلب واقول ان انت خربطتي وجانا ضيوف. قال لا انت تطلب بلسانك لا تطلب بلساني يا ولدي، لا تطلعني بالصوره الشينه. يقول سعيد فعلا واطلع طوف البدليه. يقول فعلا سعيد واطلع اروح لام صالح. ام صالح شلونك شو اخبارك طيب علوم اساس بخير. ام صالح لو عندك سمكتين بس كبار اهم شيء راهيات يجنك بكره دبل 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 دبلهن. قالت ام صالح ما عندي يما بقت وحده بس كانك تبيها طبخت الثنتين. فقال خلاص انا باخذ الوحده هذه وياخذ سمكه كبير اللي خذاها هاموره وما هامور كبيره بس انها راهيه. يقول واطلع البيت العفن هذا. يقول واروح وقلت له شوف يا فلان هذه السمكه الكبيره ما ابي 3 سمكات ابي سمكه واحده وانا اختارها. قال لا انت ما تختار يمكن تاخذ واحده كبيره. قال لا لا لا, لا. اذا كانت كبيره اوعدك اني اخلي عندك اي شيء تبي خنجري تبي ملابسي انا احتاج السمكه هذه ابى اختار نوع واحد ابى اعالج فيها شخص. قال لها بدل لا تعطيني 3 تعطيني 6. قال ابشر اعطيك 6. يقول فعلا تجي امه ويجي وكلهم عفون حتى امه عفنه. يقول ابوه عفن هو عفن. يقول اخوانه يقول حتى عيالهم صغار عفون يطلعوا لي بخبث. يقول وطالع وقلب وما لقيتها السمكه اللي عين وعين. يقول فجاه ولا ولدهم الصغير العفن قال عطوه هذه عينها تختلف عن عينها الثانيه. يقول انا دايخ ما ادري. يقول وطالع ولا فعلا هذا اللي ندورها راحت عن بالي ما شفتها مع اني طلعت لكن ما ركزت. يقول سبحان الله عفن ولدهم الصغير. يقول قلت هي عادي انا راضي فيها اعطوني اياها. يقول يعطوني اياها. يقول واطلع عند الشاطئ. يقول له هل كان رايح راد تعبان. يقول طالع من بعيد ولا اشوف نفس السراب بس مو مبينين هم نفس المكان ولا هو نفسهم. يقول ادل بالبحر أنا. وهذا وصفنا الحين راح نلتقي فيه عند مكاننا. يقول وطالع يمين يسار. يقول طالع يسار ولا واحد من الصيادين دائما يعني اذا بقى عنده سمك قديم يروح يحذفه
يقول وطالع ولا واحد من الصيادين شايب، يقول أذكر أن كل ما صار ليل وبقي عنده بغايا من السمك أو المصارين أو مصارين الدجاج ياخذه وعنده شبكة مخليه بالبحر يقط فيها المصارين والسمك يدخل ويصيده، شايب كبير. يقول وطالع ولا يخلي قاربه ويروح. يقول الشايب هذا معروف إذا دخل طلع من البحر يسحب قاربه ويربطه ويعامله كأنه معاملة روز رايس. يقول ما أدري إيش اللي خلاه اليوم يخليه. يقولوا فعلا وصعده من بين الشجر وظلام وليل والشايب راح. يقول وصعده ودش أدور أخوي، أدور الشايب هذا ولا ما في أحد، يا الربع يمين يسار وينه، ما في أحد. يقول شوي ولا أسمع صوتهم، ها وصلت جبتها. يقول أطالع يساري ولا فارس أخوي نايم بنص الغارب وهو واقف الشايب وطالع لي بحرقة. يقول وجي واعطي الشايب اسمه اللي لون عين ولون ثانية، وطالع الفارس أخوي ولا نايم مقمع عليها ولا ما أدري. يقول الشايب فارس أخوك تماد وتطاول وأنا قلت له إذا مرت السفن الفلانية أو القوارب الفلانية لا تلتفت لأن هذول ما هم أنس، بس هو ما سمع كلامي وأنا اللي ضربته خليته ينام، ترى ما راح يصحى إلا الباكر وما راح يفهم ولا شيء. قال له زين هذه اسمك. يقولوا فعلا أنت يا سعيد أعطاها اسمكة. يقول اسمكة مسكها، يقول طالع يمين يطالع يسار، يقول يعصرها بيده ويعصرها. يقول فجأة الاسمكة تطلع نفس المفتاح. يقول المفتاح هذا بس عود طويل ما له مسكة ما في، كأنه مسمار لكن منحوت عليه مفتاح، شكله غريب ونهايته ما في مسكة، في خرزة نفس الخرز نفس الحجر لونه أحمر. يقول ياخذها، يقول يدخل بالبحر وما يطلع. يقول الحين أنا بقعد فارس، يقول جثة ثقيلة قاعدة. يقول وأنا قاعد أحاول أقعد فارس أطالع القاربنا للحينه ما يتحرك. زين شنو فيه؟ يقول حاول أشيل فارس، أحط إيده بقارب الثاني اللي معاي، أبى أرفع رجله الثانية، أبي أرفعه من خصره من ظهره. يقول كأنه في شخص رابطه ما أقدر خلاص نهائيا. يقول وقعد الحالة تقريبا ساعتين وقعد أصلي بنص البحر وأذن وكبر وصلي وأذن وكبر. يقول فجأة من قربت صلاة الفجر يقول وتطلع صرخة من تحت البحر ما عمري سمعتها بحياتي، ويجيك موج قريب واسمع صرخة هذا أنت يا الجن الشايب وصرخة بنت ثانية يعني صوتها صغير يعني صغير كعمرها. يقول وتناديه حينة اسمه حينة هو الشايب، فهي كانت تناديه حينة بلغة غريبة ما أدري شنو، بس يقول هذا اللي فهمت أنه هو اسمه حينة. يقول بعد ما طلع سمعت الاسم هذا وصارت الخبصة هذه كلها بنص البحر. يقول إلى الآن يا ناصر لو إنه حلم جسمي ما كانت فيه نفس الضربات والوسمات، وجسم فارس ما كان فيه ضربات ووسمات، وفارس وقتها كان يصلي. ويقول وقتها فارس كان يصلي بس أو عفوا كان وقتها يصلي، فما قدر الشايب لما نوم الجني ما قدر ينسي لأنه كان يصلي، بس اللي قدر إنه ينومه. فيقول له ما سمعت الصوت هذا وصارت بنص البحر خابصة. يقول والغارب تحرك. يقول واترك قارب الشايب هذا المسكين، تركت الغارب قلعته. يقول وصعد قاربنا ما طلع اللي بوجهك وأكمل وفارس موجود. يقول وادخل عند الشاطئ وتنقلب الدنيا عندي فوق تحت، أبى أحاول أشيل يقول ما قدرت. يقول على ما خلاص تبي تطلع الشمس. يقول ويأذن الإمام اللي عند بيتنا. يقول فجأة ولا فارس يقول شهق الشهقة هذه. يقول طالع فيه، قلت فارس انت فيك شيء نايم؟ قال أنا قاعد وأسمع كل شيء لكن في شخص كان يكلمك صح؟ قال لا. قال له أنا كنت أكلمك، أنا يا فارس كنت أكلمك صح؟ قال في شخص كان قاعد أسمع يرد عليكم لكن مو أنا اللي قاعد أتكلم. قال سعيد لا أنا ما سمعتك تتكلم. قال لا الشايب مو أنا. يقول سعيد دريت انه كان ملبسه علشان يكلمه، فهل هذا يصير او لا؟ عموما
يقول ورد للبيت واجيب فارس واموره. طيب يقول حين ان انا الحين شايل هم هذا شلون اعطيها السمك البخيل راح يفضحني ومصالح شلون راح اعوضها اللي هي جارتنا. يقول وافكر ويقول حنا عندنا فقر. يقول وافكر يقول ضاق خلقي. يقول فجأة اتذكر قارب الشايب اللي انا اخذته حرام. شايب عنده اسرة وشايب كبير وعنده بنات. يقول قلت برجع للغاربة بشوف قدرت تجيبه من البحر. يقول وارجع لغارب الشايب انا وفارس اخوي ولا هذا بنفس مكانه ما تحرك. يقول نطلع للغارب ولا مليون سمك وخير. يقول طالع ولا السمك الكبير لأنه وعده بالرجال موجود، لكن السمك هذا الكبير وزنه أثقل وفيه ملمس ببطنه غريب. 3 سمكات مليانة ليرات ذهب. 3 يعني ناصر وقتها يعني بالعماني تقريبا أيام قبل 10,000 15,000. يقول 10,000 و 15,000 عماني قبل 50 40 سنة عماني كان مبلغ أو أكثر. يقول وطالع لأخوي وطالع يقول استانست أنا والقارب موجود. يقولوا ناخذ حلالنا نحطه بقاربنا ونجيب صناديقنا وناخذ السمك اللي في ذهب. ما كلمنا ولا قلنا لأحد ان احنا صدنا سمك. يقولوا نرجع القارب عند الشايب. يقول ولا شافنا. قلنا له ابو فلان شفنا غاربك ترى وجبناه معانا تراه موجود. يقول الشايب طالع قال حسافة امس ما رحت وما حطيت اكل وما صدت وما جاني شيء والشبكات اشوفهم طلعوا فوق ما فيهن شيء. يقول اعطيناه سمك. يعني انت ما تفتر الا هني باقي 50 الساعة 11. يقولوا فعلا الشايب هذا نعطيه سمك ومن الربشة والوناسة يعني زدناه سمك. يقول خلينا بس السمكات ال3 كبار اللي فيهن ذهب. يقول تراكنا السمك بالغارب. يقول شكل شلنا ال3 ورحنا. يقول ولا هو يكلمنا يا عيال اصيل ما تبون السمك الثاني اللي بالغارب. يقول لا الا نبي بس نبي نودي الصناديق فيها سمك ونرجع. كانك تبي شيء ترى هذا حلالك وما عندنا وانتم اهلنا وانتم وبناتك خواتي. يقول قعدت اقول كلام بس يدلف يروح. يقول واروح قلت لي يمه اجتنا رزقه هذا السمك خليه لا تعطينا لاحد ترى فيه ذهب. قالت امهم انتم سارقينه. قال لي يمه لا والله مو سارقينه والله انه يعني هذا حلالنا وجانا رزقه بس لا تعلمين احد. يقول خلينا 3 سمكات عند امنا ونرجع وناخذ السمك الثاني وفي منه كبير. يقول نعطيه مصالح. يقول اعطيته مصالح 15 سمكه واحده اكبر من الثانيه. يقول واروح عند العفن واعطيه 5 سمكات. انا اعطيته واحده قبل واعطيه 5 بس يعني صاروا 6 وسديت فم على قولة اساس ما اعطيه زود. يقول واروح الجاره اللي بعده واعطيه 10 سمكات واروح اللي بعده واعطيه. يقول خليته يسمع انا قاعد اوزع بس انه صار عفن معاي اعطيته بس 5 لان هو شرطه واحده و5 يعني يصيرون 6. يقول واترك الدنيا هذا واروح لامي. يقول يوم جيت عند امي ولا امي قالب البيت فوق تحت عيالي سارقين. يقول نسمع عند الباب. يقول جينا قلنا يما والله عيالك مو سارقين والله ان هذا جانا خير وترى صار معنا كيت. يقول اول ما سمعت قالت اقلعوه هذا ذهب جن راح يجيب لكم الفقر ويجيب لكم المس ويجيب لكم الجن العاشق. خافت امهم. يقولوا فجأة ولا امهم تعبت وداخلت ونامت ولا تحلم حلم الام. جاها انت يا الشايب قال عيالك مو هم سارقين عيالك بنتي كانت. تقول الام عاد هي تسولف الله اعلم ان شافت حلم او رؤيا الله اعلم. يقول سعيد امي قالت شافت بالحلم ان الشايب جاها قال عيالك مو هم حراميه وشريفين لكن بنتي كانت في دوامه بعالم ثاني واللي ساجنها من المردة ومات والمردة هذا كان يشتغل عند مشعوذ من البشر منكم بقريتكم ومات. يقول امي هني تعرف المشعوذ اللي مات يعني قبل فترة والبنت مسجونة بسبب هالمشعوذ يعني الجنية تقريبا أصدمكم 13 سنة. ترى حتى السحر يأذون جن مو بس الجن يأذون بشر وهذه اقرأ وتنصدم. عموما وشرح لها كل شيء وعطاها إثباتات بالرؤيا وبالحلم. يقول أمهم درت وقعدت قالت شوفوا الذهب هذا أنا اللي ببيعه وأنا اللي أبي أشتري البيت وأنا بشتري المزرعة وأنا بشتري لكم كل واحد قارب ثاني
وانا اللي بزوجك يا سعيد. وفارس قال وانا؟ قالت ابى ازوجك انت يا فارس، لكن خلوني اخلي فلوس هذه تزود، ابى اكلم خالكم. يقولون يتكلم خالنا ولا خاله، يقول في ارض وفي مزرعه وفي، يقول سعر رخيص ربع المبلغ اللي عندهم. يقول نشتري الارض ونشتري المزرعه ونستانسنا، والحياه مشت والامور طيبه. استغفر الله، والله ما قاعد اهولها. المهم يقول سعيد يا ناصر هني انتهت القصه والحمد لله امورنا شوي تعدلت، وما نقدر نقول نحن صرنا اغنياء، لكن صار عندنا بيت اكبر من بيتنا هذا، لان بيتنا يعتبر فيه كوخ احنا قاعدين، وصارت عندنا مزرعه، امورنا طيبه، وقاربنا صار اكبر، وصار عندنا اثنين، وصار عندنا شبك، وصار عندنا معدات جديده، والحمد لله الامور طيبه وخير، ونزرع بهالمزرعه وامي مستانسه، وخالي وبنات خالي يجون وعيال عمي يجون، يقول الحمد لله الامور طيبه. يقول مره من المرات امي الفلوس هذه زودتها ودبلت ما شاء الله وصارت خير. يقول كنت بشتري مزرعه من رجال، يقول انا خلاص باكر بروح اشتريها، بس بنام وجبت فلوس عندي، يقول حطيتها عند راسي اصلي الفجر واروح اعطي. يقول ونمت وقعد على صلاه الفجر واسمع واحد باذني يقول لي يا سعيد يا ابن مها يا مدري شنو، ارض فلان لا تشتريها، لأن فلان راح ياخذ حلالك وياكل مالك، اشتر أرض فلان. يقول أنا قاعد، يقول أقوم أصلي الفجر واستخير، أصلي استخارة وأقيل. يقولوا فعلا وأشوف لي رؤية سيئة من هالرجال هذا اللي بيشتري من الأرض. يقولوا ما شريت من الأرض. يقول بعد فترة سمعت أنه باع الأرض لفلان وفلان وخذ فلوسهم ومشى وطلع من عمان كلها. يقول بعدها الفترة هذه ما سمعت عن الشايب هذا اللي طلع لي من وسط البحر الجني ولا أي شيء. الحمد لله الحين أمورنا طيبة. يقول حاليا يا ناصر أنا سولف، أنا ولده أحمد يقول أسولف، يقول يعني أمورنا زينة، عندنا كم محل وعندنا عمارة واحدة بس، مو أغنياء لكن فكوا مشكلتنا بالأمور هذه. وإن كان أبوي كلامه غير صحيح فالله أعلم، لأن هذه القصة اللي يسمعوها أنا القرية كلها وانتشرت. يقول بعدين قاموا يسولفون بالقرية أهلهم. هذه قصتنا وصلت من عمان، قصة جميلة لما كان يرويها لي كنت أنا مستمتع بكل ثانية قاعد أسمعها من الرجال. فيا جماعة لا أحد يركز على خشمي، ترى هذا عادي مال التنفس، في نظيف خشمي. المهم فإذا أنت عندك قصة حلوة أو طيبة ارفع الشاشة وقولها لنا ونستمتع مع بعض وننشرها للكل. تبي غير الأسامي تبي غير الأحداث حاضر، بس الشخص هذا اللي من عمان قال حط الأسامي وحط له كل شيء عادي، ونوم العوافي نحط الصورة وتصبحون على خير.